يا الجزائريين، الرسالة هذه اللي راح نتكلم فيها في هذا الفيديو يلزم توصل إلى كامل الشعب الجزائري. وعلى بالي الفيديو هذا ما راحش يعجب بزاف هذوك الناس اللي تكره الجزائر، خونة الجزائر. فكل جزائري يحب الوطن تاعو يهبط لتحت ويخلي لايك. خلي لايك خويا الجزائري، ما راك خاسر والو. رانا ندافع عن هذا الوطن وما نشطحوا ولا نديروا عفايس هذوك اللي ماشي ملاح كيما جماعة التيك توك. رانا ندافعوا عن هذا الوطن. تسمى كي نقول لك دير لايك ما تبخلش علينا باللايك تاعك باش ما يطيروليش الفيديوهات فقط. وما تنساوش دائما في التعليقات افتخروا بجزائريتكم، افتخر بأنك جزائري. كامل شفتوا الفيضانات اللي صراو في تيبازا وعديد الولايات الجزائرية، لكن الولاية اللي تقست بزاف هي ولاية تيبازا. شفنا فيديوهات صدقوني الدمعة تطيح لك، والله الدمعة تطيح لك. شوفوا مثلا هذا الفيديو. حقيقة يا الجزائريين تشوف فيديو كيما هكذا والله غير الدمعة تطيح لك، الدمعة تطيح لك. تشوف نساء كبار كيما هكذا في العمر مساكن يوجهون نداء إلى عمي تبون بعد الفيضانات لأنه المساكن تاعهم تهدمت وتدمرت. شوفوا انك تشوف اللقطة هذه، تشوف راجل والله يا الخوتي الدمعة تطيح لك نورمال، والله الدمعة طاحت لي ما نكذبش عليكم انا. تشوف اللقطة هذه، تشوف راجل يبكي، معناتها اعرف باللي ضاقت به صح الدنيا. شوفوا مليح، شوف يبكي بالدمعة. عم بالكم علاش؟ لانه على باله باللي ولادو خلاص عليهم بلا مسكن، خلاص عليهم مساكن برا. لكن رانا في الدولة الجزائرية، رانا في بلاد 1.5 مليون شهيد، رانا في بلاد الرجالة. نعم ما كانش كيفاش يبقى هذا السيد يبكي وما تبقاش ايضا هذيك المرأة تبكي، وما يبقى اي واحد من فيضانات تيبازا يبكيو، لانه بكل بساطة الدولة الجزائرية ما تسمحش في ابنائها. متابعينا الكرام، المهازل ديال الفيضانات اللي وقعت في حضارة الجزائر ما زالت تلقي بظلالها على
الجزائريين. والمثال هو هذا الفيديو اللي كنشوفوا امامنا على الشاشه. هذا الفيديو متابعينا الكرام يوثق تدخل الشرطه الجزائريه لطرد الجزائريين الذين انهارت منازلهم، ما لقاوش فين يباتوا، ما لقاوش فين ينعسوا، ما لقاوش فين يحتموا من الفيضانات والامطار وما الى ذلك، فدخلوا الى احد القاعات المغطاه، قاعه رياضيه مغطاه للاحتماء داخلها، فتفاجأوا بأن الشرطة الجزائرية تتدخل وتقوم بطردهم من هذه القاعة المغطاة اللي قاموا بالاحتماء داخلها، اللي قاموا بالالتجاء إليها هربا من الفيضانات لأن المنازل ديالهم انهارت. نعم متابعينا الكرام، الشرطة ديال نظام حضارة الجزائر قامت بطردهم مجددا إلى الشارع. تخيلوا معايا متابعينا الكرام، دولة النفط والغاز لحد الساعة لم تتدخل بأي شكل من الأشكال لمساعدة هؤلاء الجزائريين المواطنين ديال نظام حضارة الجزائر اللي المنازل ديالهم انهارت بسبب الفيضانات. ما عطاهم خيام، ما عطاهم مساعدات، ما قدموا لهم مكان للالتجاء إليه لأن المنازل ديالهم انهارت. فهاد الناس مشاو التجأوا إلى قاعة رياضية مغطاة واحتموا داخلها والتجأوا إليها قبل أن تتدخل الشرطة كما تشاهدون ديال حضارة الجزائر وتقوم بطردهم شر طرد كما تشاهدون متابعينا الكرام في هذه المشاهد. وكما يجب أن تعلم أيها الجزائري البصبعي المستحمر المكلخ أن المصير ديالك في حضارة الجزائر لن يختلف عن مصير هؤلاء الذين تم طردهم فقط لأنهم لم يجدوا مكان يحتموا فيه. وحتى تعلم أيها البصبعي الفقروري الكرغولي على أن المرتزق ديال البوليزاريو المرتبة ديالو أعلى منك بكثير، لأنه تخيلوا معايا متابعينا الكرام هذه الفيضانات كانت وقعت في مخيمات الظل العار في تندوف. لكان نظام حضارة الجزائر منذ الساعات الأولى أرسل الطائرات وأرسل المساعدات وأرسل الشاحنات وأرسل الخيام وأرسل المأكل وأرسل المشرب، كنصيفط لهم كل شيء. أما حينما يتعلق الأمر بالجزائري فمصيرك هو المصير ديال هذه المشاهد اللي كنشوفوا أمامنا على الشاشة. سوف يتم طردك، سوف يتم ضربك، سوف يتم التنكيل بك، سوف يتم بهدلتك بكل ما التبهديل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم متابعينا الكرام، المرتبة ديال المرتزق ديال البوليزاريو أعلى بكثير من مرتبة المواطن الجزائري فين؟ في حضارة الجزائر. من طرف من؟ من طرف النظام الجزائري. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.